السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بالنسبة لحبيبتي اللي كانت سألاني على تصغيط الدكر البط، أول حاجة بنجيب دكر يكون وافي زي ده كده، يعني يكون وشه أحمر كده ويكون وافي يعني ما يكونش صغير في السن. لما يكون أحمر كده تعرفي إن هو ده وافي، ووزنه برضه يكون مظبوط معدي ال2.5 أو أزيد، أو لو 2.5 عادي مفيش مشكلة. بالنسبة للدكر، أول حاجة بنعملها بنجيب فول، والفول ده نبله من قبلها بيوم، لازم يكون مبلول علشان يكون سهل الهضم مع الدكر، وعلشان تعرفي تظبطيه ويقدر يبلعه. الفول طبعا بيدي حجم كويس للدكر البط، أحسن من الذرة وأحسن من الغلة. بعد كده بنمسك الدكر كده اهو وبنجيبه تحت رجلينا كده اهو، ونمسك بق الدكر كده ونفتحه ونزغط. لازم نتحكم فيه تحت رجلي عشان ما يمشيش مني، ونزغط ونحط، وكل شويه نقفل بقه. وبعد كده نمشي الفول بتاعي لحد ما ينزل لهنا. كل ما نزغط شويه نفتح برضه ونحط شويه تانيين لحد ما ينزل، ونتاكد ان الفول مشي. وبالراحه خالص وانا بنمشي على رقبته علشان الرقبه بتاعتي ما تنقطعش من جوه، من جوه من الدكر. وادي التصغيط سهل جدا خالص، واي حد يقدر يعمله، بس اهم حاجه تتملكي من الدكر، ويكون الفول بتاعك مبلول، وتكون ايديكي ماشيه مع الحب الفول. وكل يوم شوفي بقى انت حابه تزغطيه اسبوع 10 ايام، اي حاجه اللي انت حابه تزغطيه بتزغطيه المده اللي انت حباها. التصغيط ده يا حبيبتي بيكون عشان خاطر انت هتذبحيه مثلا بعد فتره. شوفي الفتره اللي انت حابه تذبحيه بقى ايه، للعيد مثلا بيكون 10 ايام وهتذبحيه، 9 ايام وهتذبحيه. بتزغطي عشان الذبيح. فايده التصغيط انه بيدي كبر يعني بيدي حجم للطيره او للدكر، عشان لما تيجي تذبحيه بيكون ما شاء الله يعني كبير، بيدي له حجم ازيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.